قالك البسي الطرحة وانا هخطبك واتجوزك. قالك غيري دلوقتي لبسك والبسي نقاب عشان خاطر اتجوزك. I don't have time، مش هيتجوزك. هو ايه العبث اللي احنا فيه؟ هو بجد دي مش كلام، ده مش ريل، حالات كتير قوي وعلى المستوى الشخصي وفي حياتي وقدامي وفي شغلي. الراجل اللي يبدأ يدخل حياتك ويقولك البسي الطرحة وانا هتجوزك، طب ما تخليه يخطب الاول ونشوف الطرحة. كده كده الطرحه هتتلبس بيه من غيره، احنا مش مستنيين هو يجي يقول البسي الطرحه، البسي النقاب، اعملي ايه، معرفش ايه، كل الكلام ده ولا يفرق اصلا معانا ولا اصلا يعني يهمنا في حاجه. بس انا يهمني من الاول شافني ولمحني وحبني وانا بشعري، ما ينفعش يجي يقول لك البسي الطرحه. شافني وحبني وانا شغاله، ما ينفعش يجي يقول لي سيبي الشغل. شافني وحبني وانا منقبه، ما ينفعش يجي يقول لي اقلعي النقاب عشان اخطبك. طب هقول لك على حاجه يا مغفله يا اللي رحتي سمعتي كلامه، هتسيبي الشغل، هتلبسي الطرحه، هتلبسي الخمار، هتقلعي الطرحه، كل الكلام ده بعد ما تعمليه هو مش هيخطب. عارفه امتى هو بجد هيبقى عايز الموضوع ده؟ لما يبقى بيحبك فعلا ويبقى اصلا خلاص هو بيخطبك والدنيا تمام، فبيبدا يسايسك. الراجل ليه سياسه ما بيجيبهاش كده ابدا، يعني بيخطبك يخليكي تحبيه تتعلقي بيه، فيبدا يرمي الموضوع قدامك بطريقه حلوه، بيبقى عايز يحجبك، غيران عليك، الموضوع بيجي هيك كده فبتتحجبي. لكن اللي يدخل حياتنا من شهر شهرين ما عرفوش اصلا، فيجي اول ما داخل لا 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 لا، انا اهم حاجه اكمل معاكي بس والنبي سيبي شغلك، بس والنبي تخمري دي، بس والنبي اقلعي الطرحه واقعدي بشعرك، طب والنبي البسي الطرحه. كل الكلام ده ممنوع، ما تسمحيش ان انت تتكلمي فيه، لان هو كده مش شريكي. هو كده جاي عايز يحس ان هو راجل صاحب قرار على قفاكي انت، فبيعمل ايه بالتالي؟ كل اللي بيعمله ولا اي حاجه، هو بيمشي كلمته مش اكتر ولا اقل. هو عايز يحس ان هو راجل على قفاكي. هو اصلا لو بيحبك مش هيطلب الطلب ده. هو يوم ما بصلك وحبك بصلك على ايه؟ بصلك وانت بشعرك، بصلك وانت بطرحه، بصلك وانت منقبه، وات ايفر هو بصلك فيه. وبوضح الكلام عشان في 2 3 بيبقوا مرضى نفسيا بينزلوا في الكومنتات، ايه ده انت قصدك على الطرحه؟ انا مش قصدي على الطرحه، انا بتكلم بشكل عمومي. طرحه، حجاب، نقاب، اقلعي الطرحه، البسي الطرحه، سيبي الشغل. ال3 كداب مش جاي. هو حبك وانت شغاله، حبك وانت لابسه الطرحه، حبك وانت قلعه الطرحه، جاي بقى يعمل كده. امتى بنتكلم في المواضيع دي؟ بنتكلم فيها بعد ما يبقى واخد ستيب معايا، مش حد اعرفه على الانستجرام امبارح بالليل فداخل يقول لي انا حبيتك كل حاجه بس مشكلتي معاكي الطرحه، فهوبا اقوم اصحى من النوم البس الطرحه عشان اقنع واحد ما يسواش 3 جنيه. انا اسفه في الكلمه، انا يوم ما احط طرحه على شعري احطها عشان ربنا، ما احطهاش عشان حد. عاجبك عاجبك، مش عاجبك مع السلامه، على طول من غير كلام. هو مين اصلا؟ تسيبي شغلك، تسيبي شغلك واكل عيشك وحسابك البنك اللي انت مسنوده عليه عشان واحد قال لك بحبك، يجي قال لك مع السلامه، تبقى انت في الشارع، حتى مصاريف ما تلاقيش حد يصرف عليكي. ممنوع منعا باتا الكلام ده. شيري لي الريل، خرشي على النبيتي، خرشي على الحلاوه، خرشي على الجمال.